مساء الورد يا مساء العسل على احلى واجمل متابعين في الدنيا. وحشتوني يا ناس يا زي العسل والسكر والفل والقشطه والياسمين. هنعمل صينيه جلاش، بس يعني حرام نقول عليها صينيه جلاش، احنا هنقول عليها بغاشة عسل سكر. هنا هنحط لها بقى 3 كوبايات لبن، كده 3 كوبايات لبن. فيها بقى معلقتين ونص من السكر، 3 معالق من الكاستر. انتوا ممكن تستبدلوه بنشا، بس بصراحة الكاستر يعني هيوديها في حتة تانية خالص. نقلبهم بقى على البارد كويس قوي، وبعدين نروح بقى ايه على النار. هنقلب بيه فيه بقى تقليب مستمر لحد ما يوصل معانا للقوام اللي احنا عايزينه. هنستخدم بقى ايه 3/4 كده سمنة، وايه والربع التاني زيت. مش هنملاها طبعا كوباية كبيرة يعني. بصوا كده تقل ما شاء الله. ولما يوصل للقوام ده تعالوا بقى مع بعض. بقى من كوباية السمنة هندهن بس القاع بتاعها كده. هنحط بقى نرمي 2 كده، بعدين نحط 2 كده، نص الصينية، نصها بره ونصها جوه. بعدين نحط نصها كده برضو، نصها، والنص التاني هنحطها كده. بعدين هنحط 2 كده، ونتنيها برضو لجوه بالشكل ده كده. نحط بقى في النص كده، نعمل لها فرشة في النص عشان احنا مش عايزين الكاستر يطلع بره. وهننزل بقى في الكاستر كده هنحط بقى الكاستر بقى بتاعه في النص كده. وطبعا كل ما يبرد عشان تعرفي تقطعيه يكون احسن. ونبتدي بقى نفرشه كده في النص. انتي الكاستر ده تقدري تزودي السكر بتاعه زي ما انتي عايزه، يعني تقدري تحطي اكتر من 2.5 معلقة لو بتحبي السكر زياده براحتك يعني. هنحط بقى رشه من النسكويك. انا عايزه اقول لكم ان الولاد وهم بيصوروني بيقولوا احنا هنا سنسقط قليلا عشان هم بيحبوا الحركه دي جدا. بس تقدري تحطوا كاكاو، بس هما بيحبوا رشة النسكويك دي. بتحسي ان انتي بتاكلي شوكولاتة مع الكاستر كده، بتبقى بصراحة خطيرة يعني. نروح بقى مقفلين كده، مقفلين جايبين النص التاني كده، جايبين النص ده كده مقفلينها كويس. واللي هو الأخيرة دي نروح جايين بقى جايبينها كده، وإيه ومقفلينها بقى كويس جدا كده. تمام قوي لحد كده. هنبتدي بقى نقطعها. لازم تكون السكينة حامية، بس أنا للأسف ما عنديش سكاكين. السكاكين كلها تلمة كده بتبهدلني يعني في التقطيع. نقطعها بقى نقسمها كده 3 حسب ما انتوا عايزين. فين يا مروة؟ احنا لسه ما شفناش حاجة. ثانية بس اصبروا، لسه عملنا حاجة يا جماعة. يعني بصوا عظمة. طبعا السكينة بقى لو حامية مش هتطلع معايا وهتقطع معايا بسهولة جدا، ولو الكاستر بارد كمان هيكون تماسك ايه جوه. هنبتدي بقى نحط السمنة او الزبدة بقى المتاحة عندكم كده، ونوزعها كده.
ونبتدي بقى ندخلها الفرن. انتوا ممكن تعملوا يعني بدل الكاستر نشا، بس بصراحة انا عملتها معاكم في رمضان، جربوها بالكاستر خطيرة جدا. وهبتدي بقى ادخلها الفرن. انا اصلا مسخنه الفرن اول ما ابتديت اعملها على طول، سخنت الفرن وايه وعلى درجة حرارة 200 بقى. ويلا بينا. ما شاء الله اللهم بارك، طلعت من الفرن وايه شكلها جبارة ما شاء الله. انا بقى هديها لبن مكثف، حاجة كده عظمة يا جماعة. انتوا تقدروا تستبدلوها بالشربات بتاع الكنافة وكده، لكن الحركة دي عارفين هتوديها في حتة تانية خالص. ما شاء الله اللهم بارك. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. يا جماله يا جماله يا تكات يا حركات يا جماله، ايه العظمة دي؟ هي بتقرمش كرارين. ايوه هي لازم تقرمش كده يا جماله. انت يا ماما انا عشان السكينة تلمع معايا فما قطعتش كويس. هتقمر دلوقتي. ما شاء الله اللهم بارك. عايزة ادوق، انا عايزة ادوق، سامعين انا عايزة ادوق، سامعين صوت القرمشة الخطير؟ انا سامعين؟ عايزة ادوق. دوقيني. جربوها بقى يا جماعة، مش هتندم. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. حاجة تحفة. ايه رأيك يا رورو؟ حلو. جميلة قوي وما شاء الله عملت معايا 12 قطعة، وهتشرفك قدام ضيوفك وقدام حبايبك. جميلة ما شاء الله. ما تنسوش تحطوا لايك. انا عايزة اكل تاني. يلا هنفترسها دلوقتي. سلام.